السلام عليكم. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسوش النهاردة الجمعة، وما تنسوش كمان قراءة سورة الكهف كل يوم جمعة، اوعى حد ينساها أبدا. وكمان لازم لما تيجوا تقولوا الصلاة على النبي ما ينفعش ان احنا نقول صلى على النبي صلى على النبي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد، لا، لازم ان احنا نعزز الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يعني نقولها ازاي؟ مثلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فحاولوا فعلا تعززوا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنسوش كمان ان الدعوة مستجابة يوم الجمعة، وبالأخص الساعة اللي هي قبل المغرب على طول. فياريت تدعوا وانتوا عندكم يقين بالإجابة، وربنا يتقبل دعواتكم ويجعل أيامكم كلها خير دايما. وطول ما احنا ذكرنا اسم الرحمن وذكرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، فدايما ربنا يجعل أيامنا من الجمعة للجمعة وكل يوم كلها خير وهنا وبركة، وتحققوا اللي نفسكم فيه، وربنا يبارك لكم كل يوم في كل يوم وكل ساعة وكل وقت بيعدي عليه. ويا ريت تجعلوا يوم الجمعة فعلا يوم عيد. حاولوا يعني ما تعتبرهوش ان هو اليوم اللي هو الأسر بتجتمع فيه وبنشوف اللي ورانا وبس، لا، حاولوا كمان تذكروا الرحمن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الذكر اليوم الجمعة. مفيش مانع ان احنا نحول اليوم دوت مع الأسرة بخروجة، بأكلة حلوة، بقعدة حلوة مع بعض، بس برضو لازم قلبنا ولساننا يكون عليه ذكر الرحمن طول اليوم. وما تنسوا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه من أفضل الذكر ليوم مثل ما صلينا ودعينا وذكرنا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة أو كل يوم في حياتنا، فكده ربنا يجعل أيامنا وأيامكم كلها هنا وسعادة.